هاتي نص كوباية من الرز، اغسليه كويس وصفيه، على كوبايتين من الشوربة، دي شوربة لحمة. اخدت منهم حتتين اللحمة اللي كانوا فيها، وهبدأ ان انا اقطعهم مكعبات بالشكل ده. تمام، بدل ما ارميهم في الفريزر، يلا نعمل بهم اكلة خفيفة تنفع لنظام الطيبات جدا جدا، واكلة خفيفة للي مش ماشي برضو على النظام، حلوة وصحية جدا. تمام، حطيت هنا الرز على الشوربة، واللحمة اللي انا قطعتها اخدت نصها علشان هحمرها، والنص التاني حطيته في الشوربة مع الرز، وحطيته مع النار يغلوا بالشكل ده. اول ما الرز يستوي هبدأ احط معلقتين من صلصة البيوريه، وهبدأ ان انا ادي لون كده بسيط. معلقتين بقى من دقيق الحبة الكاملة او دقيق القمح الكامل على نص كوباية مية، وهبدأ ان انا ادي القوام المتجانس الجميل بتاع الكشك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام، يلا بقى نعمل الطشة. طبعا مش هنعمل توم. عندي هنا معلقة كبيرة من الزبدة، بدأت اسيحها على النار، وهنزل بالجزء التاني من اللحمة المكعبات اللي انا قطعتها بالشكل ده، هشوحها على النار. وعندي طبعا هنا الكشك بدأ يستوي، الرز بتاعي بسم الله ما شاء الله. هبدأ ان انا اخد اللحمة اصفيها بالشكل ده، اصفيها في مصفى بقى واشيلها كده بالراحة في طبق لوحدها بالشكل ده. تمام، الريحة كانت مالية البيت، ومش محتاجين ابدا ان احنا نعمل طشة توم ولا انتفاخات ولا اي حاجة. تمام، هحط بقى المتبقي من اللحمة، الزبدة اللي هي متشوحة في اللحمة دي، هعمل بيها الطشة بالشكل ده. يا سلام، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، حاجة كده ولا اروع. حمرت بقى بطاطس معاه، وبدأت اجيب الزيتون. انا بحب احط بحب احط الزيتون في زيت الزيتون لما بجيبه من السوبر ماركت، بيكون حاجة كده جميلة جدا. شايفين الطبق؟ وادي الطبق الاقتصادي بتاعنا، سريع وسهل وبسيط، وحاجة كده طعمها تحفة. بالهنا والشفا، بحبكم في الله.